ليلة حزينة جدا جدا لعشاق وجماهير أرسنال بعد ما عطاهم الأمل زي كل سنة. كل مرة يديهم الأمل إنه ياخد الدوري، يعني ليهم 40 سنة. حرام عليكم يا لعيبة يا تعبانة يا أرتيتا. يعني أنت ماشي حلو يا أرتيتا، تيجي في آخر دايما تيجي في آخر الدوري وتقعد تركيزك تفقده وتخلي حتى لعيبتك تفقد تركيزها والجماهير تعقدها من حياتها يا أرتيتا. طبعا السيتي دمر أحلام أرسنال. يعني السيتي اللي هو كان في بداية الدوري بعيد جدا بعيد جدا، دلوقتي يا باشا بقى لا مش بعيد ولا التاني ولا التالت، لا 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 لا. دلوقتي السيتي قاعد له مباراة واحدة، قاعد له مباراة مؤجلة. يعني هو ليك المباراة قاعدة لعب 32 مباراة وارسنال لعب 33 مباراة، قاعد له مباراة مؤجلة. لو قدر يكسبها السيتي كده يا باشا نقدر نقول الارسنال مع السلامة كده صدارة الدوري. لانه لو بعد المكسب بتاع السيتي النهارده على ارسنال، لو قدر يكسب المباراة المؤجلة ليه هيبقى كده مطرح 67 نقطة، هيبقى 70 نقطة زي أرسنال. هتقول لي طب ما عادي ارسنال مثلا ممكن يكسب فرق اهداف مش عارف إيه. اقول لك لا، لانه زي ما انتم عارفين اللي متابع منكم الدور الاول كان ارسنال والسيتي متعادلين في ملعب الامارات. ملعب مين؟ ملعب ارسنال. فطبعا بعد ما دلوقتي كسب السيتي على ارسنال، فدلوقتي لو تعادل مع بعض في النقط وبقى 70 بعد المباراه المتاجله يلعبها السيتي، هي طبعا السيتي هيبقى متصدر بفرق المواجهات المباشرة. فحرام والله، يعني جماهير أرسنال دي كل ما تيجي تفرح، كل ما تيجي تفرح يجي اللعيبة والمدرب في آخر مباراتين ثلاثة يا باشا لا 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 رايحين فين اهي، تجعلوا الحلم راح يتحول حقيقة. لا يا باشا، ارجع تاني لمكانك التاني والتالت. حرام بأمانة حرام. أنا يعتبر مش من مشجعين أرسنال ومش مشجعين من برضو السيتي، ولكن اللي بيحصل مع ارسنال ده بامانه حرام جدا. المباراه زي ما انتم شايفين يعني مباراه كانت مجنونه، مباراه تكسير عظام زي ما يقولوا، مباراه الاول والوصيف. ومباراه طبعا السيتي داخل فيها بعنوان اكون او لا اكون، اكون او لا اكون، وارسنال داخل فيها بعنوان لو ما كسبتش ما خسرش. وده طبعا كانت غلطه شديده، لانه خلى لعيبه ارسنال تحت ضغط شديد، تحت ضغط شديد، وخلاهم مش مركزين في المباراه. ايوه فعلا ارسنال كانت ليه هجمات كثيره وضغط وشراسه ووصل المرمى كذا مره وسجل على المرمى. ويمكن في 3 كور، بص من حظ ارسنال النهارده وحش، في يمكن 3 كور، في 3 كور في العارضة. يعني ده لو ده اللي يدل على انه يعني اول حاجه ارسنال حظه وحش، ثاني حاجه اللعيبه مش مركزه، الدنيا ضايعه. المباراه كانت من اولها كده. يعني السيتي بيلعب على ارضه زي ما انتم عارفين، وهو داخل بكلمه ايه الفرصه الاخيره لازم اكسب، لانه عارف السيتي لو اي نتيجه غير انه يكسب ارسنال بنسبة يمكن 90% أو 95%، خلاص هو كده يعتبر أرسنال خد البطولة. عشان كده هو طبعا استغل الجماهير بتاعته، استغل المباراة الفيصلية دي بينه وبين أرسنال. طبعا السيتي كان داخل شرس جدا، أرسنال إلى حد ما كان متحفظ بتاع ضغط السيتي كثير. برضو أرسنال كانت لها فرص كثير. في الدقيقة 16 ريان شرقي اللاعب المتميز جدا، دلوقتي أنا بعتبره أفضل لاعب في السيتي. يعني تقول هالاند أقول لك ماشي، هالاند بيجيب جوان كل حاجة، بس كمتعة أكتر لا طبعا مين؟ ريان شرقي. ريان شرقي يجيب في الدقيقة 16 هدف علشان يقول الأرسنال طب انت داخله خايفه ومتحفظه ومش عارف ايه والكلام ده كله، اشربوا. فيخلي ارسنال مطرح متحفظ يضطر انه يتهور. وفعلا برضو التهور يعني بتاع ارسنال بعد مباراه، بعد الهدف بتاع ريان شارك في الدقيقه 16 مباشره، يعني يعتبر الحكم يلا صفر بتاع اول هجمه بعد ما صفر الحكم في الدقيقه 18.
تيجي غلطة من الحارس العملاق روما، وانا بقول عليه حارس عملاق، هو فعلا حارس عملاق، ولكن ساعات تحسه كده في مباريات تحسه تايه، مش مركز، يعني مباريات يديها لك اسطورية، يعني مفيش حتى هدف يدخل من خرم ابره زي ما يقولوا، ولكن في مباراه تحس كده تايه فيها، ده الهدف اللي جابه ارسنال ده في دقيقه 18، غلطه فادحه من روما. ولو السيتي كان طلع، ركزوا معايا، لو السيتي كان طلع بتعادل او خسر من ارسنال، كان هيكون السبب الرئيسي هو روما، والجماهير والاداره والحاجات دي كلها، كان هيبقى فيه غضب شديد على روما، لانه الهدف اللي غلط فيه ده خلى ارسنال ترجع معنوياته تاني، يتعادل، وبعد ما يتعادل يهاجم ويضغط ولكن طبعا تكتيك جاردويلا مهما كان مدرب كبير، وكانت في ناس طبعا غبيه بتقول لك لا خلاص، بدا يخرف، بدا قال مش عارف ايه، كان ياخد بطولات ودلوقتي لا مش عارف، لا يا باشا، مدرب كبير زي كده اعتبروها دي لما يكون مثلا هو معدي بموسم زي ده مثلا سيء، او الموسم اللي فات سيء والكلام ده كله، دي يعتبرها زي استراحه محارب. فيش واحد مثلا يقعد على طول بنفس المجهود، لا لازم يجي في وقت ويريح فيه، زي كده المدرب برضه، يعني ذهنيا لازم تيجي عليه مثلا سنه ولا حاجه، دماغه تهدى شويه. فالسيتي بصراحه يستحق المكسب، لانه هو كان الافضل من اول دقيقه، وفي في الدقيقه 65، يا الله 65، هالاند ينهي ويحطم امال ارسنال، يقول له رايح فين يا باشا، ده احنا على ملعبنا وبين جماهيرنا، ده احنا سكتلكم بمزاجنا، رايح فين يا باشا. في الدقيقة 65 العملاق هالاند يضرب في شباك ارسنال، ويجيب الثاني، وتبقى 2-1، ويرجع الامل والثقة للجماهير وجوارديولا والدنيا دي كلها، ويتقدم السيتي. طبعا بعد ما تقدم السيتي، ارتيتا حاول انه يرجع باي طريقه، قاعد يدخل مهاجمين ومش عارف ايه ويظبط دنيته، ولكن للاسف طبعا التركيز، المشكله مش في انه يدخل مهاجمين مثلا بيجي كوريز والناس دي، لا، المشكله انه نقدر نقوله سبب خساره ارسنال من وجهه نظر انا كانت ما فيش تركيز داخليا، متوترين، واولهم المدرب، يعني داخلين المباراه دي على ارض السيتي، هم عارفين انها تكون مباراه صعبه، فداخلين متوترين، فالتوتر ده خلاهم طبعا ما فيش التركيز ضعف خالص جدا جدا، هجمات سريعه، هجمات متهوره، طبعا ليهم زي ما قلت كان ليهم 3 فرص على المرمى، طبعا جو في العارضه وبتاع، الحاجات دي كلها طبعا خلتهم معنوياتهم نزلت الارض. فدلوقتي الموضوع بقى صعب جدا جدا على ارسنال، طبعا بعد ما السيتي يكسب المباراه المتاجله له هيبقوا زي بعض 70 نقطه، وهيتصدر فرق المواجهات المباشره. وارسنال دلوقتي بيبحث عن زي ما نقولوا كده معجزه بصراحه، يعني عشان ابقى صريح معاكم، ارسنال كانت معاه فرصه، يعني هو حتى لو طلع بالتعادل كان هي في امل للدوري ياخده، اما دلوقتي يعني الموضوع صعب. دلوقتي يحاول يكسب، انه كل المباريات اللي قاعده له، المباريات طبعا دي اللي قاعده له صعبه، في مباراه منهم طبعا قبل ليفربول، فطبعا مباراه صعبه جدا، والفضل الارسنال، وبعد كده مضطر انه يكسب المباريات الصعبه دي كلها اللي قاعده، مقابل انه دي المشكله الاصعب كمان، مقابل انه السيتي يتعثر، والسيتي بصراحة في حالة قوية جدا بعد المعنويات دي، وبعد هالاند الرجوع القوي، وبعد ما السيتي كان بعيد وقرب، وبعد طبعا المعنويات العالية بينه وبين الجماهير دلوقتي، وهو عارف خلاص طبعا دلوقتي المباراة اللي متأجلة لو كسبها هيصدر دوري رسميا، طبعا موضوع صعب جدا جدا جدا، هو ده حظ أرسنال للأسف، كل سنة يمسك الدوري، ولكن المباراة الأخيرة بيغيب عنه التركيز ويمسكوا التوتر. فشاركوني في التعليقات برأيكم، ليه أرسنال حظه سيء جدا في المباراة الأخيرة، يعني قولوا لي
ايه السبب الرئيسي في خسارته النهارده، وليه دايما الحظ يعني مش معاه، او معنى صح ما بيعرفش يفنش في الاخر. شاركوني برايكم في التعليقات ايه سبب خساره ارسنال. والقناه دي جديده يا شباب، اتمنى منكم الدعم بلايك واشتراك، وعايزين نوصل 1000 مشترك باسرع ما يمكن، وان شاء الله باذن الله اشوفكم في فيديوهات جايه. سلام. ليه يا ارسنال كده؟ يا ارسنال حرام عليك يا ارسنال، تدمر جماهيرك يا ارسنال.